يلا بينا نعمل مع بعض الرز البسمتي بأبسط طريقة ممكن تعمليه بيها، ومش هياخد معاكي وقت أكتر من 10 أو 15 دقيقة بالكتير، وهيكون معاكي أجمل رز بسمتي بطريقة مفيش أبسط من كده، وبمقادير بسيطة خالص، وهنعمله كأنه زي الرز المصري بالظبط، ويعني هندلعه وهنروق عليه. هنا ايه رأيك يا ست الكل في الطبق الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله، يعني رزاية مفلفلة ومفيش واحدة ماسكة في التانية، ويعني حاجة كده آخر روقان. هنا معايا كوبايتين من الرز البسمتي مغسولين ومنقوعين في مية سخنة لمدة 10 أو 15 دقيقة، ودي التركاية اللي هتخلي معانا الرز مفيش أسهل منه لما تيجي تعمليه. معايا مكعب من الزبدة، معايا بهارات، معايا الكركم، ومعايا فلفل اسود، ومعايا واحدة ليمون لومي، ومعايا ورق لورا، ومعايا حتة قرفة، ومعايا مكعب من المرقة. في حلة كده على النار هنزل بمكعب الزبدة، هخليه بس كده يفك معايا. وهنا انا هحط مع مكعب الزبدة نص فنجان من الزيت، علشان خاطر يعني الزبدة كانت معايا شوية، وعايزة احط له نص فنجان من الزيت عشان يبقى كده الإيدام بتاعه مظبوط. انت لو عندك زبدة اكتر حطيله، عندك سمنة ماشي حطيله، مش هيقول حاجة. هنا كنت نزلت بشوية من الزيت، وهسيح الزيت والسمنة مع بعض كده، خليهم يختلطوا ببعض كويس كده. قلبي كده كويس. انا هنا اخدت معايا وقت شوية بس عشان كانت طالعة من الفريزر على طول. استمري في التقليب. هنا انزلي بقى بالبهارات بتاعتك، كركم وواحدة لومي وعود قرفة وورق لورا وشوية فلفل اسود. وما تحطيش ملح دلوقتي علشان مكعب الشوربة اللي هنحطه هو اوريدي مملح. هنقلبهم كده مع بعض. خلي التوابل دي كده تتقلب كويس قوي مع مكعب الزبدة كده، خلي ريحتها تطلع كده، عشان ده هيدي معانا الرز ريحة حلوة أوي، وهيديله الطعم اللي احنا بنشتريه بيه من برا. قلبي كده. هنا كانت يعني كل حاجة اتقلبت كده، وريحته كانت ما شاء الله طالعة معايا مفحفحة قوي. هنا بقى نزلت بالرز المنقوع، رز غسلته كويس أوي، كوبايتين من الرز ونقعتهم لمدة ربع ساعة في مية سخنة. عايزة تنقعيه في مية مغلية تمام، عايزة تحطيه في مية سخنة مش سخنة، أنا بحطه في مية سخنة عادي. دي بقى التركية اللي بتخليكي تعمليه زي الرز المصري، ويستوي معاكي بسرعة وما يبقاش جامد. في ناس الرز البسمتي بيبقى مبيستويش معاها من أول على طول كده، بياخد وقت. هنا هريت مكعب المرقة ونزلته على الرز، وقلبي بقى، خلي الرز كده يشرب من الإدام ده ويتشوح فيه كويس قوي كده بالتوابل والبهارات اللي فيه دي. قلبي قلبي. لو عندك كاري حطيله، انا ما كانش عندي. وبرده كنت حطاله شوية توم باودر وبصل باودر، سنة كده صغيرة، ربع معلقة من كل حاجة. توم باودر وبصل باودر عندك تمام، ما عندكيش مفيش مشاكل. ولو عندك قرفة مطحونة برضو حطيله شعرة صغيرة، القرفة بتخلي طعم الرز حلو. هنا قلبي بقى، شوحي كده فيه شوية، افضلي كده حوالي دقيقتين كده قلبي فيه كده، خليه يشرب كويس من الإيدام بتاعه والبهارات. هنا بقى انا هحط له الميه بتاعته. زي ما قلت لك انا ما بعرفش اظبط معيار ميه الرز بالكوبايه، انا بحط الميه زي ما كنت عملتها في طريقه الرز بالشعريه، وبقلب، وبعدين بحط صباعي فوق الرز، يا دوب صبعي يلمس مستوى الرز، يبقى مستوى الميه من فوق الرز عقله صباع الا ربع، عقله الا ربع. هنا انا كنت بقلب عشان اشوف عاوزي احط ميه تاني قد ايه. انا عارفه انا بعمل ازاي، فانا لما ببص اشوف المستوى الميه في الرز بيبقى معايا تمام. لكن انتي لو مش اول مره تعمليه،
بعد ما تقلبي كده يدوبك حطي صابعك يدوبك يلمس كده الرز، يبقى مستوى المية اللي بلة صابعك فوق الرز كده عقلة الا ربع. هنا تمام. بصي ما تستنيش لما المية تنشف بعدين تقلبي، لأ، قلبي كل شوية عشان المية تتوزع كده في الحلة كلها وتوصل لكل الرز. انا ما بحطش مية مغلية للرز، انا بحط مية من الحنفية عادي، مية عادي من الحنفية. هنا اديتله تقليبة وهو لسه النار عالية، وهرجع اديله كمان تقليبة كده يبقبق معاكي. قلبيه كمان تقليبة، وبعد ما تقلبيه التقليبة التانية اللي هي دي هتهدي النار خالص، شمعة صغيرة، بالظبط 5 دقايق وهيكون استوى وهيكون معاكي أجمل رز بسمتي. ولو عجبتك الطريقة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شوفوا بقى العظمة دي، معانا أسهل وأسرع رز بسمتي.